تعالى بقى زي ما عودتك على كل جديد النهارده بفضل الله جاي لك ببخاخه مش رفاهيه ولا حاجه ولا هي منظر، ده دي لازم تبقى موجوده عندك طالما بتربي فراخ بيضه. بسم الله ما شاء الله الخامه بتتكلم على نفسها. فيها بقى كذا نوع بخ، يعني ممكن تطلع معاك ميه بكثافه، ممكن تطلع رذاذ ميه، يعني ممكن حتى ما يبلكش. فديت مفيده قوي قوي في مزارع التسمين بتاعه الفراخ البيض، ولها اكتر من فايده. انا عايزك تبص كده الرذاذ بتاعها عامل ازاي. يعني شايف الرذاذ؟ رذاذ ميه وما يتذكرش، يعني حتى لو جيت ترش لا يبل معاك فرشه ولا يبل معاك نشاره ولا يعمل لك رطوبه ولا يعمل لك امونيا ولا يعمل لك اي مشاكل خالص. طيب بنستخدمها في ايه بقى بالظبط في مزارع التسمين؟ هقول لك انا، لكن قبل اي حاجه عايزك تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي مثلا لو في ناس بتحصن في مزارع تسمين وبتحصن رش، ممكن بيبقى في مواتير رش بس بتبقى بتطلع ميه بكثافه اعلى، فممكن انت بتهدر معاك المصل بتاع التحصين وبتهدر منه كتير على الارض، وفي نفس الوقت ممكن تغرق الفراخ او الفراخ ريشها يبدا يتبل وتسقع منك او تبرد منك. يبقى ديت هتغنيك وتقدر تحصن بقى القطاع بتاعك كله بالكامل بالرش بدون ما تضر الفراخ بميه او بدون ما تضر الفرشه بتاعتك بميه. يبقى ده اول ميزه ليه. هندخل عندنا على تاني ميزه للبخاخه ديت، وهو في عز الحر وفي عز الايام اللي احنا فيها دلوقتي حاليا بتكون خلايا التبريد شغاله والشفاطات شغاله بكامل قوتها، وبرده الفراخ ما زالت بتنهج او بتلحلح او بتفتح بقها وبتقفله. فانت بتقوم جاي حاطط فيها شويه فيتامين سي او شويه موسع شعب او شويه اي زيوت عطريه من اللي بتبدا توسع الشعب الهوائيه، وتبدا تمشي في وسط فراخك وسط الذروه، وبرده تبدا تكبس كده وتكارك وتمشي في وسط الفراخ ترش بالراحه بدون ما تغرقهم وبدون ما تغرق الفرشه عندك. يبقى انت كده هتبدا تهدي جسم الفرخ، جسم الفرخ هيبدا يرتاح من الحراره العاليه، النهجان بتاعك هيبدا يقل. برضه نقطه ثالثه ومهمه جدا معانا في ظل انتشار الفيروسات، وخصوصا الناس اللي ما بتحصنش وبتتبع نظام امن حيوي صارم، يبقى لازم يكون عندك البخاخه دي. ليه؟ لانك لو جاي لك مثلا انبوبه، مثلا طبعا انت بتدفي بانابيب غاز، جاي لك انابيب من بره تعقمها كويس وترشها كويس، بس بتبقى حاطط فيها على الميه ماده الفيركون اس المطهره الامنه. بتبدا انت ترش على اي حاجه داخله المزرعه عندك، سواء انبوبه غاز، سواء مثلا حد داخل عندك، حد خارج من عندك، اي حاجه تدخل مزرعتك يبقى دي محطوطه جنب الباب تطهرها وتعقمها كويس قبل ما تدخل اي حاجه عندك المزرعه. كذلك برضه ممكن بتمشي بيها على الشبابيك بتاعه المزرعه، على خلايا التبريد، بتبدا انت ترش بحيث ان لا قدر الله يجي لك اي فيروس من بره يبقى انت مامن نفسك. كذلك برضه لو في حته رطبت عند الفراخ وعايز تنظفها وعايز تشيلها وتحت منها مثلا ميكروبات او اي بكتيريا او اي حاجه، فممكن برضه بشويه الفيركون اس او المطهر الفيروسي اللي امن فيها، بعد ما تنظف الحته الطريه او المرطبه وهتفرش فرشه نشاره جديده، تقوم رشش رشتين صغيرين كده بحيث تقتل اي بكتيريا موجوده. يبقى البخاخه اللي انا بقول لك عليها ديت مش رفاهيه ولا انت بتحطها عندك في العنبر منظر ولا بتترسم بيها، ده لازم ولا بد انها تكون موجوده. يعني بتربي فراخ بيضه يبقى لازم يكون عندك البخاخه دي. اي حد عايز البخاخه وعايز يستفسر عنها يتواصل معانا على الارقام اللي هنسيبها لكم في تعليقات او يشرفنا على ارض الواقع. احنا عنواننا ما يتوهش، قلنا مره واثنين وثلاثه وعشره ومليون في 100 مرجى سلسيل، مركز الجماليه اهليه قدام مدرسه الشيخ سيد سعيد مباشره. هتيجي تشرفنا على ارض الواقع، شوف ناقصك ايه، شوف محتاج ايه، مزرعتك محتاجه ايه، هتلاقيه بفضل الله. وزي ما قلت لكم دايما خلي عندك طموح وتعالى عند ابو نوح، ويلا روح.